السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في نسألك سؤالين، السؤال الأول بتكسب معانا الإيربودز. تمام. السؤال الثاني بتكسب معانا 2000 جنيه. تمام، يعني السؤال الأول ايربودز والتاني 2000 جنيه. 2000 جنيه. تمام. جاهز؟ جاهز. أول سؤال بيقول: رجل خرج في المطر دون قبعة أو مظلة ولم يبتل شعره، لماذا؟ طب تاني معلش. رجل خرج في المطر طلع في الجو بيمطر يعني. دون قبعة أو مظلة اه ولم يبتل شعره، لماذا؟ ولا ما يفتح شعره. ازاي يعني هتيجي ازاي يعني هو يطلع يمشي في هو المطر؟ السؤال كده وليه إجابة، فأنت عارفها، يلا فكر. طب ثانية بس عليا. امسك بس الإيربودز دي معاك عشان لو جبت السؤال تاخدها. هو ازاي هيطلع في المطر ومش هيبل شعره يعني؟ والله موجودة. طب دي ازاي؟ لا مش عارف. فكر. مش عارف. طب قدامك 5 ثواني. 1 2 3 4 5. السؤال التاني ده بقى لو جاوبت معايا تمام. هتكسب 2000 جنيه. تمام. هتجيب بقى ايه؟ ايربودز، وتجيب اللي انت عايزه. الايربودز دي دلوقتي مش بتاعتك. تمام ماشي. السؤال التاني بيقول ايه؟ عبارة عن ايه بقى ولا في ايه بقى مثلا في الدين، في الثقافة، في هو سؤال ديني شوية. تمام ماشي، دي لعبتي. من هو النبي الذي ذكر في القرآن الكريم وله جناح؟ انا لو جبت السؤال ده هاخد 2000 جنيه. هتاخد 2000 جنيه قدامك. تمام. ده هات الايربودز. تمام، وهات 2000. الايربودز. هرد عليك بقى بطريقة انا في السؤال. تمام، اتفضل. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الإجابة سيدنا موسى. صح. طب هو سيدنا موسى كان له جناح؟ لا، هو استخدم الجناح اللي هو العضد، عبر عن الجناح بالعضد بتاع سيدنا موسى. يا جماعة دلوقتي ونقول ألف 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 مبروك، كسبت 2000 جنيه. وفعلا الإجابة هي سيدنا موسى، وذكر في القرآن الكريم بالجناح والمقصود به العضد، فإجابته صحيحة وما شاء الله عليه جاب الإجابة الصحيحة.